السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم أحمد الغاوي. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وأشخاص كتير سواء مبتدئين أو حتى ناس عندهم خبرة بيغفلوا عنه في المونتاج. أنا وهو ترتيب وتنظيم ملفات المشروع قبل ما تبدأ تشتغل من كام يوم. نزلت بوست على صفحتي غاوي إديتور، غاوي تعديل، وكتبت فيه وقلت اللي خلاني أعمل البوست ده إني كنت مكانك من 5 أو 6 سنين، كنت شغاله وخلاص، كل فيديو أو صوره أو صوت في مكان مختلف على الكمبيوتر ده. إنك كل تفكيري في الوقت ده إني أطلع شغل كويس، مش مهم التنظيم، مش مهم ترتيب الملفات، المهم إنه خلص المشروع. وده كان خطأ كبير مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أحمد الغاوي، وأهلا وسهلا بكم في قناة مش هنخلص كلام، وفي صفحتي على فيسبوك غاوي إديتور، حيث نشارككم فيه كل ما يساعدكم في مجالات البرامج، الإضافات، وأسرار المونتاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الشرح أرجو منكم تدعوا لي أستاذ الباشمهندس أحمد نجيب بالرحمة والمغفرة. إزاي ترتب ملفاتك زي المحترفين؟ واحد من أهم الحاجات اللي أشخاص كتير بتغفلها في المونتاج وهي تنظيم ملفات المشروع، سواء كنت شغال على بريمير أو أفتر إفكتس أو دافينشي. ترتيب ملفاتك هو أول خطوة تخليك تشتغل براحة وتقدم شغل احترافي. طيب، إزاي أرتب المشروع يا عم أحمد؟ ده اللي انت هتتعلمه النهاردة في الفيديو ده. تابع معانا الشرح. أول حاجة، تقوم بإنشاء مجلد جديد باسم قالب المشروع، ثم فتح الملف، ثم انشاء بداخله 5 ملفات assets أو خامات المشروع. واحد هيقول لي أنت ليه بتعمل الملف عربي وإنجليزي مع بعض؟ أقول لك عشان ممكن شخص ما تعرفش تقرأ إنجليزي، وعشان برضو ويكون الشرح مفهوم. المهم تاني، ملف أوديو أو الصوت، واي اكسبورتس أو الصادرات. واي ملف رابع اسمه فوتج أو الكاميرات. واي ملف اسمه بروجكتس أو المشاريع. وبكده خلصنا من أول 5 ملفات الأساسيين. تمام. تعالى بقي نخش على الأول، ملف اللي اسمه assets أو خامات المشروع. ثم ستقوم بإنشاء 5 ملفات بداخله: أوديو أو صوتيات، وموشن جرافيكس أو الرسوم المتحركة، وفوتوز أو الصور، وسكرين ريكوردينجز أو تسجيلات الشاشة، وفيديوز أو فيديوهات. ثم فتح أوديو أو الصوت. ثم فتقوم بإنشاء ملف بداخله 3 ملفات الموسيقى أو ميوزك وي تسجيل أو ريكوردر، أي مؤثرات صوتية أو SFX. ثم ستقوم بفتح ملف إكسبورتس أو الصادرات، وإنشاء بداخله ملفين درافتس أو نسخة 360 قبل النهائي للعميل، ودي اللي أنت بتبعتها للعميل قبل الفينش عشان لو في أي تعديلات أو ملاحظات. وتاني ملف اسمه فاينلز أو النهائيات، ده اللي يكون في الفنش الأخيرة، وده اللي طلع مني شغلك من البرنامج، المكان اللي هتحفظ فيه المشروع يعني. وده شوفوا مني في الفيديو القادم بإذن الله. الملف الرابع بقى هيكون اسمه فوتج أو الكاميرات، وده بيكون كنت في عدد كاميرات المستخدمه في المشروع. يعني مثلا ممكن تمسك مشروع بودكاست، أو مثلا يوتيوبر بيصور فلوجات أو بيصور من داخل المكان بكذا زاوية تصوير. أنا عامل 5 ملفات، كل كاميرا بتصوير ليها ملف خاص بيها، عشان لما تيجي تلعب ملتي كاميرا في المونتاج ما تتلخبطش. وده إن شاء الله هنشوفه في الفيديو القادم بإذن الله. نيجي بقى للملف الخامس والأخير، وده أهم ملف في الكلام ده كله. ده ملف الحفظ المشروع اللي البرنامج بيحفظ عشان تعرف ترجع تفتح المشروع تاني. طيب، واحد هيقول لي أنت ليه يا أحمد ليه عامل 5 ملفات داخل ملف المشاريع؟ هو من المفروض ملف واحد لمشروع أدوبي بريمير. أنت يا صديقي صح جدا، بس أحب أوضح لك حاجة. أوجد أوقات كثير أنت يا صديقي وأنت شغال
بتربط بين البرامج، يعني بتحتاج إنك تربط مثلا بين أدوبي بريمير مع أدوبي أفتر إفكتس. صح. بعد ما بتخلص البرنامج بيقول لك فين المكان اللي هتحفظ فيه المشروع بتاع أدوبي أفتر إفكتس. حدد المكان اللي هتحفظ في المشروع يا حبيبي. أكيد أنت يعني مش هتختار مكان غريب، عشان ممكن المشروع يروح لشخص ثاني من بعد. يعني أنا مثلا بشتغل المشروع بعدي على أكثر من برنامج من برامج أدوبي: أدوبي بريمير، وأدوبي أفتر إفكتس، وأدوبي أوديشن، وفوتوشوب. أنت مش لازم تستخدم عدد البرامج دي، كل ده في المشروع. بس أنت رتب كده، والله هترتاح بعدي، وإن شاء الله برضو هتشوف مني فيديو عن الموضوع ده كله.